بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي في شهر شعبان وبدأنا بقى تجهيزات رمضان ان شاء الله. فقلت اجرب كده عمايل الجبنة في البيت ونشوف ايه المميزات وايه العيوب، واذا كانت اوفر ولا لا، وطبعا اكيد صحية. جبت 2 كيلو من اللبن، قلت اجرب فيهم بلاش مجازفة ونعمل بكمية كبيرة. حطيت عليهم 3 معالق من الملح. بعد ما حطيت ال2 كيلو لبن في حلة سخنة على النار، يعني أنا سخنت الحلة الأول وبعدين فضيت فيها اللبن طبعا جاي على طول من إيد الفلاحة أو من المكان اللي بتجيبه منه. المهم ما يكونش دخل الفريزر واتجمد في الفريزر وطلعت فك. لا، مش عايزين كده، احنا عايزين نجيبه على طول على الاستخدام فورا. زي ما قلت بنسخن الحلة ونكب فيها اللبن، وحطيت 3 معالق من الملح على ال2 كيلو، يعني الكيلو عليه معلقة ونص من الملح علشان يديني ملح خفيف، ما يبقاش طعم الجبنة لا حادق قوي ولا عادب قوي. هنحط كوباية من الخل. أنا حطيت نص كوباية في الأول، لقيتها ما جابتش النتيجة السريعة لأن الخل طبعا متخفف. تابعوا معانا الفيديو للآخر علشان هنشوف ايه العيوب وايه المميزات، وهقول لكم على كل حاجة بالظبط علشان لو حابين تجربوا ان شاء الله. هي طعمها كان لذيذ جدا وحاجة جميلة جدا، بس انا هعملها برضو تاني بطريقة تانية غير الطريقة دي. حطيت بقى نص كوباية من الخل في الأول، وبعدين لقيت النتيجة لسه مش تمام، رحت جاية مزودة كمان نص كوباية. بدأ اللبن يفصل بقى ويتكتل كده ويعمل التكتلات ديت، ويفصل الشرش عن اللبن. جبت مصفى بقى وحطيت فيها شاشة. واحرصوا كويس جدا يا جماعة وانتوا بتقلبوا اللبن على النار. طبعا هو مش هيوصل ابدا لدرجة الغليان علشان احنا مش عايزينه يفتل قوي ويبقى متفل كده اللبن، لا عايزينه طري وجميل. المهم حطيت بقى في الشاشة زي ما انتوا شايفين، وسبتها بقى تصفي ميتها كويس جدا، وحطيت عليها حاجة تقيلة علشان تنزل كل المية اللي فيها. جبت علبة كده زي ما انتم شايفين، انا قدرت الكمية طبعا اللي طالعة، وجبت العلبة المناسبة ليها ورشيت حبة البركة دي اختياري، بمزاجك تعمليها. وطلعت الجبنة من زي ما انتم شايفين الجبنة كده طرية وجميلة. طلعتها من الشاشة وحطيتها علشان تاخد شكل العلبة. هتضغطي عليها كده جامد علشان ما يبقاش فيها مسام، وتبقى متساوية وشكلها حلو زي الجاهزة. وتحطيها في التلاجة لحد ما تبرد خالص، وتطلعيها بقى من التلاجة بحتتين خيار وحتتين طماطم كده، وتجيبي عيش وتدوقي بقى اللي انتي عاملاه. طبعا متعة يا جماعة ان احنا نطلع انتاج حاجات من دي بايدينا في البيت. كمان انتي عارفة ان هي مكونات طبيعية جدا، مكونات بيور. الجبنة طالعة تحفة، طعمها حلو، بس هي طلعت برضو ناشفة شوية عن اللي بتيجي من المحلات، مش الطرية الطراوة اللي هي الزبدة ديت، او مثلا تبقى ناعمة قوي تقدري تفرديها في السندوتش بسهولة. لا، انا بقول العيوب والمميزات. طعمها رائع، الملح مظبوط. هي بس عيبها ان هي ناشفة شوية، متفلة سنة، محتاجة ان احنا نجربها بقى ان شاء الله المرة الجاية بطريقة المنفحة. بيقولوا برضو ان هي بتكون اطرى من كده شوية. هنجرب كل الطرق. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. ان شاء الله تعملوا كل حاجة في البيت بنظافة وبجمال، وطبعا طالعة بيور جدا حلوة جدا. جربوا وصفتنا وان شاء الله تعجبكم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.